وانا الحقيقه انا عمري ما كنت مع الرئيس، لكن بعد ما انتخب هو رئيسا قلبا وقالبا تمام، هي دي الديمقراطيه. ما قراته في الاخبار انه كان معروض عليه 10% كابتن مدحت من الهيئه العربيه للتصنيع، لازم الشعب المصري ال90 مليون يضرب تعظيم سلام، وهذا البند شطب من الجمعيه او النظام اللوائح بتاع الهيئه العربيه للتصنيع. فده بيدل الهالي الشيخ محمد القاسمي الله يمسيه بالخير نعم ان هذا الرجل حافظ قرآن ربنا، فبالتالي بتاع الشرقه بتاع راس الخيمه قال لي يا كابتن مصطفى الدكتور حافظ قرآن ربنا، فبالتالي مش هيغضب ربنا ابدا ان شاء الله. فدي احنا مش عايزين كلام. نعم. احنا في بينه اهيت وانا بحيي عليها، وبتمنى ان دي خطوه تريحنا احنا كمصريين، ان لن يكون هناك فساد مره اخرى في البلد. صحيح. واسعدني اكتر خبر قريته في الجرايد ان الصف الثاني من المفسدين والحراميه اللي في مصر جاي ان شاء الله. فبالتالي اي واحد اهمل في حق هذه البلد وسرق البلد دي سواء عن طريق مرتبات غير يعني واحد بياخد 3 مليون جنيه في الشهر وبياخد نسبه، واحد بياخد مليون جنيه في الشهر بياخد نسبه ازاي يعني؟ نعم. وناس مش لاقيه تاكل. نعم. زي بالظبط بتوع النادي الاهلي، مدير عام النادي بياخد 20000 جنيه، كان بياخد 13، واللي كان بياخد 1000 بقى ياخد 500. هل ده يعقل بعد 2005 ان احنا بنقول عداله اجتماعيه؟ بعد 2011 2012 ودخلنا على 2013 نعم. نعم. وبنقول في عداله اجتماعيه. فاتمنى ان امورنا كلها تتصلح.